طلاب أولى إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معايا درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الأول إعدادي. المنهج الجديد وهو انتشار الإسلام في أفريقيا. قال لي الإسلام انتقل لأفريقيا إزاي؟ قال لي كان في علاقات بين عرب المسلمين قبل الإسلام وبين سكان شرق أفريقيا. طب ايه هي اهم معايير انتقال الاسلام الى الشرق افريقيا؟ قال لي 3 معايير: المحيط الهندي ومضيق باب المندب وشبه الجزيره العربيه والبحر الاحمر. المحيط الهندي ومضيق باب المندب دول معبران اساسيين استخدمهم العرب المسلمين في التجاره عشان يوصلوا شرق افريقيا. اما شبه الجزيره العربيه كانت المعبر البري الوحيد بين شبه الجزيره العربيه وافريقيا. رقم 3: البحر الأحمر. المسلمين الأوائل استخدموه في التنقل من شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا. وأنشأوا على الساحل الشرقي لأفريقيا مراكز تجارية ومراكز لنشر الإسلام في قلب أفريقيا. طيب أساليب انتشار الإسلام في أفريقيا قال لي إيه؟ كام واحدة؟ قال لي 4. انتشر عن طريق الدعاة اللي هم الشيوخ، يعني أقاموا المساجد، اللي هم قادة القبائل الإسلامية بأفريقيا أرسلوا دعاة للقبائل الإفريقية لنشر الإسلام. وكمان بسبب تجار المسلمين انتشر الإسلام بسبب حسن أخلاقهم، المعاملة ما بين التجار كانت كويسة، اتصموا بالصدق والأمانة، وكان عندهم مواني ومراكز تجارية أهمها مدينة كانو بنيجيريا ومدينة تمبوكتو في مالي. كانوا بنيجيريا وتمبوكتو مالي. الزواج والمصاهرة برضو أساليب من أساليب انتشار الإسلام، اللي هما بيتزوجوا من بعض، ونقل العادات والتقاليد والثقافات. آخر حاجة معايا لأساليب نشر الإسلام في أفريقيا: الهجرات. هجرة الصحابة الأوائل إلى الحبشة خارج شبه الجزيرة العربية، وهجرة العرب المسلمين بحثا عن المعادن والأحجار الكريمة في أفريقيا. دي كلها أساليب انتشار الإسلام. عايزك تعرف لي في التجار المسلمين كان ليهم موانئ ومراكز تجارية أشهرها ساعدت في انتشار الإسلام، أشهرها مدن مثل مدينة كانو بنيجيريا وتمبوكتو مالي. الجيوش بقى الإسلامية. الجيوش الإسلامية والفتوحات الإسلامية في شمال أفريقيا. قال لي بداية الفتح الإسلامي كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. مين اللي فتح مصر؟ قال لي الخليفة أبو بكر الصديق. الخليفة عمر بن العاص، معلش، خليفة عمر بن العاص كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. يبقى اللي فتح مصر عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب. وكمان عمرو بن العاص ما اكتفاش بفتح مصر، كمان انتقل لفتح بركة دي في ليبيا، ثم انتقل لفتح طرابلس. كل المدن اللي فتحها دي عمر بن العاص للسيطرة على شمال أفريقيا. طيب بعد عمر بن العاص والخليفة عمر بن الخطاب مين اللي جه بعده خليفة؟ قال اللي جه بعد عمر بن الخطاب عثمان بن عفان، ده خليفة. وخلى عبد الله ابن أبي الصرح يروح تونس، كانوا بيسموها أفريقية زمان. فتح ايه بقى عبد الله بن أبي الصرح؟ فتح سبيطلة. وبعد ولما هو فتح سبيطلة مهد الطريق أمام المسلمين لفتح مدن وحصون أخرى في عصر الدولة الأموية، زي مثلا عصر الدولة الأموية بقيادة عقبة بن نافع وموسى بن النضير تم فتح بلاد المغرب. يبقى عقبة بن نافع وموسى بن النضير فتحوا بلاد، تم فتح بعدهم بلاد المغرب. نتائج فتح بلاد المغرب ايه؟ قال لي احكام السيطرة على شمال افريقيا. قال لي تأمين حدود الدولة الإسلامية من الغرب. يبقى احكموا السيطرة على شمال افريقيا وتأمين حدود الدولة الإسلامية من الغرب. ملامح بقى تأثير الإسلام في أفريقيا، ازاي هو الإسلام أثر في أفريقيا؟ قال ظهور الممالك الإسلامية. الممالك الإسلامية مدن كاملة بقت مسلمة نتيجة المهاجرين بين العرب والقبائل الإفريقية التي اعتنقت الإسلام، زي مدينة غانا ومدينة مملكة غانا ومملكة غانا ومالي. كمان نشر اللغة العربية، كانت في دول إفريقية بقت اللغة الرسمية ليهم هي اللغة العربية، زي الصومال وموريتانيا. أما في دولة اتخذتها كلغة ثانية، يعني لغة رئيسية بجانب لغتها، اللي هي مالي. يبقى اللي اتخذتها لغة أساسية الصومال وموريتانيا.
لكن اللي اتخذتها اللغة الرئيسية يعني لغة تانية هي مالي. كمان ازدهار الحركة العلمية ساعد في انتشار الإسلام واللغة العربية. اهتموا بالعلوم الفقه والحديث والنحو والتفسير. أهم المساجد اللي بنوها جامع سنكوري في تمبوكتو، هي دلوقتي بقت جامعة تمبوكتو. كمان ده بيساعد على الزواج، خلى الذوبان العرقي ما بين العرب وسكان افريقيا اللي هو بينقل العادات والتقاليد. وكمان منح المرأة حقوق الميراث، وغير كان الزواج في افريقيا كان الراجل بيتجوز كده من غير حساب، لكن الاسلام جه نظم عملية الزواج وادى للمرأة حقوقها وحقها في الميراث، ومنع التفرقة العنصرية. كل ده بيساعد على بناء أسرة متكاملة ومجتمع متكامل. ده كان درسنا النهاردة، شكرا.